ان شاء الله باذن الله كده. هنبتدي من المستوى التاني. المستوى التاني عباره عن بادي ميكانكس والادفانسد بادي ميكانكس، هنجمعهم في بعض. البادي ميكانكس بشكل عام هو حركه الجسم او ميكانيكيه الجسم، الميكانيزم بتاع الجسم نفسه. الميكانيزم بتاع الجسم بتاع الانسان تقريبا يعني هو معقد طبعا، بس يعني انت لو فهمته هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. نجيب مثلا حاجه جاهزه عشان نحاول نشرح عليها. الجسم بتاع البني ادم بيبقى ليه سنتر. السنتر دوت هو اللي ماسك الجسم كله، هو اللي بيقود الجسم بتاع الانسان كله. كل كل الاضلاع اللي حواليه، الاطراف والراس والجسم كله. البادي ميكانكس بشكل عام هي كل الحركات اللي ممكن تتعمل بالجسم من غير تعبيرات، او يعني احنا مش هنهتم في المستوى ده بالتعبيرات خالص. احنا كل اللي احنا هنهتم بيه ان احنا نفهم الميكانيزم بتاع الجسم، نفهم الوزن بتاع الجسم، فين الحاجات التقيلة وفين الحاجات الخفيفة. هنأكد قوي على الوزن بالتحديد. بعد كده هنبتدي نستخدم اللي احنا فهمناه دوت في ان احنا نحاول نمثل بيه. نحاول نطلع المواقف دي اللي يشوفها يحس بواقعية فيها، زائد انه يفهم القصة بتاعتها. اغلب شغلنا في مصر للأسف ولا هو مفهوم، يعني الحركة بتبقى مش مفهوم إيه المقصود منها. لازم الانيميتور يقعد يشرحها للي بيتفرج، او بتكون الوزن مش كويس فيها، التايمنج ما بيبقاش كويس، الستيجنج في الحركه ما بتبقاش كويسه، لانهم تقريبا ما بيدرسوش اصلا المبادئ بتاعه التحريك. فاحنا هنعمل الحاجتين دول. البادي ميكانكس هنحاول ان احنا نركز على الحركات اللي هي بتحتاج مننا تركيز في ان احنا نطلعها رياليستيك على قد ما نقدر، حقيقيه قوي على قد ما نقدر. الادفانسد بادي ميكانيك هنحاول ان احنا بقى ايه نمثل ونطلع مواقف مان تو مان، من غير صوت، من غير تعبيرات، من غير اي حاجه، معتمدين على الجسم بنسبه 100%. هنبتدي من الجزء السفلي، السنتر. من الجزء السفلي زي السنتر اللي هو زي ما انا بشاور بماوس كده، من اول هنا السنتر ده والرجلين هنبتدي بيهم. بعد كده هنخش في مرحله الجسم من غير دراعات. بعد كده هنبتدي نخش في الجسم كله. الطريقه ديت هي ممكن تكون ممله شويه بالنسبه لكم، بس هي هتحاول توصل لك المعلومه. لان في الاخر هو احنا مخنا مش هيقدر يستوعب 100 معلومه في نفس الوقت. انت لما تمسك معلومه على المعلومه وتحاول ان انت تفهمها بوضوح وتركز عليها وتتمرن عليها، ده هيديك اداء افضل بكتير من ان انت يعني هيسهل عليك بعد كده. وفي نفس الوقت تركز بقى، يعني انت وصلت خلاص، انت خلصت مرحله البودي ميكانكس، انت خلاص انت فاهم دي بتتعمل ازاي، وزنها ازاي، ايه الحاجات، كثافتها فين، الكتله فين بتاعت الكاركتر. بعد كده تبتدي بقى تخش في الاكتنج وتركز. خلاص انت انتهيت من مرحله انت تركز في وزن ولا كلام، خلاص انت ده بقى بيتعمل معاك بسهوله جدا. هتبتدي تركز بقى في الاكتنج والبادي لانجوج. طبعا اللي هي ادفانس بادي ميكانيك هنتكلم عن البادي لانجوج، ايه الحركات اللي بتتعمل، ايه ادائها. من بوز واحد افهم الكاركتر ده بيتكلم بيقول ايه، لان البادي لانجوج مهمه جدا في شغلنا. تمام. فاحنا النهارده هنبتدي ان شاء الله نتكلم على ال الوزن، او كثافه يعني الميكانيزم بتاع الجسم. هنبتدي بالميكانيزم بتاع الجسم. اول حاجه هو السنتر بتاعنا. طبعا الكاركتر ده اصلا بايبت، الكاركتر ده هو شكله شكل البونز لكن هو بايبت. ف اول حاجه هو الكاركتر بتاعنا، السنتر بتاعه اهو. السنتر دوت هو اللي بيتحرك في جسم هو اللي بيتحكم في جسم بقيه جسم الشخصيه. آه، هو اللي بيخلي الكاركتر موزون او مش موزون. هو اللي بيحافظ على اتزانه. ده السنتر بتاعي. في بوزات ممكن تطلع منك بدون قصد، تحسسك بعدم الاتزان، ممكن ما تكونش انت واخد بالك، بس لما تدرسها صح هتفهم يعني ايه الاتزان. اول حاجه هنتكلم عليها هو طبعا بالنسبه للسنتر. لو تلاحظوا هتلاقوا ان لما السنتر اتحرك، هتلاقوا ان الرجل السنتر بتاعها من هنا، الحته دي. حاول ان انت تركز على قد ما تقدر ان انت
تحاول تطلع البوز بتاعك وتخلي الكاركتر بتاعك، تشوف الكاركتر دوت تخين رفيع يقدر يعمل البوز ده ولا لا. وده طبعا احنا مش هينفع ان احنا نحرك من دماغنا، خلاص فكره ان احنا نحرك من دماغنا من اول الليفل ده انتهت. انت لازم يبقى في ريفرنس، حتى لو مش هتعمل زي الريفرنس بالظبط، بس لازم الريفرنس ده تتفرج عليه تحلله. احنا هناخد في حصه ثانيه ان شاء الله في درس تاني ازاي نمسك الريفرنس وازاي ان احنا نحلله. الجذع بتاع الكاركتر معتمد على السنتر في الروتيشن، ان انت بتقدر تتحكم من خلال الروتيشن بالنسبه للجذع يعني. الكاركتر، هو طبعا الكاركتر ده الرجل بتاعه مش حلو، لان هو المفروض يبقى انا عندي او تقريبا هو ده، ايوه هو الوسط ده تقريبا اعتبره زي الكتاف، هو ده المفروض اسمه بيفل علميا يعني. شايفين الكتاف بتتحكم في الدراع بشكل كبير. يعني لو حبيت مثلا ان انا اعمل شكل مثلا لكتف مثلا، انا عايز اعمل الكتف معوج، يعني مثلا اقول ان دي العظمتين بتوع الكتف وعايز اعمل كتف الكاركتر معوج. عشان اطلع الكتف دوت لفوق لازم هرفع الكتف بتاعي، لازم عشان اعرف اخلي العظمه دي تطلع لفوق. يعني لو هي ثابته كده، عشان اطلعها لازم اطلعها من هنا، والسنتر بتاع الحركه بيجي لي من هنا. فنفس الحكايه بالنسبه للوسط. الوسط عباره عن اللي هو الحوض المفروض يعني. الحوض عباره عن عظمه، العظمه ديت مستقره على العمود الفقري، هي اللي بتخلي الرجل العلويه او بنقولها بالعاميه الفخذ يعني، هو اللي بيقدر يتحكم في ده. فهو وبس هو في فرق ما بينه وما بين الكتف ان هو متصل ببعضه. يعني ما ينفعش ان انا اطلع دي لوحدها، لا هو انا لازم اطلع لما دي تطلع لازم دي تنزل، دي تشريحيا يعني. فهو ده الفرق ما بينه وما بين الكتف، تمام. فده يعني ملخص بشكل عام. اعتقد ان انتم فاهمين بقيه التفاصيل دي، مش محتاجين ان انتوا يعني، اعتقد ان يعني الحاجات دي مش محتاجه شرح زياده على اللزوم يعني. نفتح كاركتر تاني اللي هو ده. طيب احنا دلوقتي لو حبينا ان احنا نتكلم على وزن الكاركتر دوت او كثافته، هنفترض ان الكاركتر دوت ده جسمه وده راسه وده كل حاجه، هو المتحكم الاول والاخير في الرجلين، وانا ما عنديش اصلا ضلوع غيرها. عفوا. البيفل هنا هو الكنترول ده. لو تلاحظوا انا لما بحركه مكان السنتر بتاع الفخذ بيتغير مكانه، وده هيفيدنا في كل الحركات اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها. وزن الكاركتر ما ينفعش. هو الكتله بتاعت الكاركتر لو جينا من الفرونت هنلاقي ان الكتله بتاعت الكاركتر عشان يقف مظبوط، وده الكلام ده على اي ريفرنس ممكن تتخيله في الدنيا، هتلاقي ان دايما السنتر بتاع الكاركتر لو قسمناه بالنص كده هتلاقيه تقريبا الرجل دي واخده 50% والرجل دي واخده 50% عشان ينفع يقف. طب لو حب ان هو يقف يعني يبقى ريلاكسد، يعني يبقى مستريح او مستقر او كده، هيحتاج مثلا ممكن مثلا يميل شويه. بس لما بيميل هو احنا خلاص احنا قلنا ان هو ده، لو افترضنا ان هنا السنتر الرجل دي واخده 50% والرجل دي واخده 50%، كل ما بتروح ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ناحيه رجل من الرجلين بتنقل وزن الكتله اللي فوق ديت ايا ما يكون وزنها كام على رجل من الرجلين، وبتبقى هي اللي ماسكه الوزن كله. فانا عندي طبعا حد اقصى للموضوع دوت. يعني انا دلوقتي نقلت الجرافيتي بتاعتي او الوزن الجاذبيه بتاعتي هنا، يبقى الرجل دي تقريبا مثلا 10% والرجل دي 90% انا محمل عليها. ما ينفعش بقى ان انا مثلا بوز من ضمن البوزات اعمله مثلا كده، شايف كده يقع. ليه؟ لانه خرج بره نطاق الاتزان. وطبعا انا لما عمره ما هيجي كده وهو لا، ده كده هيميل، فكده هيقع. لان لو انت نفسك حبيت تمثل الوضع ده صعب جدا انك تعمله، الا لو حبيت ان انت تستخدم وزن من اوزانك في جسمك في اضلاعك التانية
بشكل تاني، في العكسي، في الاتجاه العكسي. يعني مثلا لو افترضنا ان هو عنده ايدين، يبقى الكاركتر ده هيميل، الكاركتر ده هيميل كده عشان يوصل للنتيجة، يوصل للحد الأقصى ده، الحد العالي جامد أوي ده. وفي نفس الوقت يبقى مثلا عنده ايدين ورافعها الناحية دي كده، ماشي كده. ممكن يبقى في إمكانية أو منطقية للموضوع ده. ليه؟ لأن هو وزع الوزن بتاعه اللي كان المفروض ان احنا خلاص احنا قلنا ده وزن اهو، وادي رجليه، ادي رجل وادي رجل. الاتنين اصلا مش المية في المية ما بقوش متوزعين عليهم، لا ده بقوا متوزعين هنا 50 ومتوزعين هنا 50. فبقى السنتر بتاعه مش هنا، السنتر بتاعه بقى هنا، او بقى هنا الحته دي كده. فبقى في امكانيه ان انا احمل من الناحيه دي مع الرجل كمان، فبقت الايدين والرجلين مسؤولين عن اتزان الشخصيه. طب لو الكاركتر دوت مش ما عندوش، يبقى انا مش هقدر، يبقى انا عندي حدود. الحدود ديت طبعا بتبقى بالسنس، بس يعني يعني الريفرنس هو اللي بيحددها يعني. فده حاجه من ضمن الحاجات. لو حب مثلا الكاركتر ده، لو افترضنا ان هو مثلا هيرفع رجله، الكاركتر ده حب يرفع رجله، لو قلنا مثلا انه يرفع رجله كده، ده بوز مش منطقي. طب ليه البوز ده مش منطقي؟ لان هو زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو خلاص هو كده بقى وزنه، لو قعدنا نحلل البوز ده يعني هتلاقوا ان وزنه هنا الجرافيتي او هنا السنتر بتاعه، هو ده هو السنتر بتاعه. الرجل دي بقى متحمل عليها بنسبة 100%. طب عشان يحمل بنسبة 100%، الصح ايه؟ الصح ان السنتر ده يبقى هنا بالظبط كده، يا اما في نص الرجل، يا اما في ال في ال في ال في الثلاث ارباع. يعني هنمسك الرجل دي كده، لما نحب نحلله يعني هنمسك حدود الرجل دي ونعرف السنتر بتاعها فين. السنتر بتاعها هنا، يبقى ده السنتر بتاعه، او عشان خلينا بلون تاني عشان يبقى واضح، ده السنتر بتاعه. التحليلات دي مهمة، هتتعب فيها شوية في الأول كأنيميتور، بعد كده خلاص مش هتبقى خلاص بالعين المجردة، انت بتشوفها من أول ما بتشوفها في الريفرنس بتاعك، انت بتبقى عارف فين الوزن بتاعك، فين الكتلة بتاعتك المفروض تتحط ازاي. طب عشان نوصل للنتيجة دي نعمل ايه؟ هنبتدي نغير في السنتر بتاع الكاركتر بتاعه، ان احنا نخليه بالشكل ده كده. بقى منطقي يعني، هو كده كمان منطقي اكتر. كده ينفع يقف ويفضل رافع رجله كده شويه. وطبيعي ان هو لما بيميل لازم يبقى فيه نسبة ميل، لان هو الجسم كله متصل ببعضه. ودي من ضمن الحاجات السيئة جدا في الانيميشن في مصر، ان الجسم ما بيبقاش متصل ببعضه في تحريكهم يعني. لكن بتاع دوت الطبيعي المفروض ان احنا لازم نتعود على كده من دلوقتي، ان مفيش حركة بتتعمل في الجسم اذا كان من طرف او من راس او من ايدين او من جذع او من حتى ركبه. يعني تقريبا مشط الرجل مثلا كله ما بيأثرش في حاجه في الجسم، لكن اي حاجه متعلقه بوزن الكاركتر في جسمه بتأثر في كل حاجه في الكاركتر. وطبيعي لو انت قمت وقفت مثلت، انت عشان تشرب المعلومات اللي انا بقولها دي لازم تقعد تمثل بنفسك وتصور بكاميرا موبايل، كاميرا اي حاجه، المهم ان انت تشوف نفسك بتعمل اوضاع معينه وتشوف رد فعل جسمك عامل ازاي. لو مثلا انت عايز تقف على رجل واحده، هل الطبيعي ان انت تبقى واقف في رجلك خالص؟ لا، ده انا الطبيعي ان انا لازم انزل شويه، عشان نزولي دوت بيخليني ان انا اقدر اتحكم في كعب رجلي ووزع، لان المفروض اصلا ان القدم ديت فيها مناطق، مش كلها نقطة واحدة، ده فيها منطقتين او 3 او 4، دول بتوزع وزن جسمك عليهم. اذا كان المشط من قدام في عظم التشريح في جسم الانسان يعني، في المشط من قدام، او الكعب
والعظمه اللي ماشيه في نص الرجل. فانت بتحتاج ان انت تقعد تنزل شويه عشان تقدر تحافظ على الاتزان بتاعك، وان انت تفضل رافع رجلك قدر الامكان. فده كان مثال بس توضيحي للوزن. وعشان كده دايما لما بنيجي نعمل مثلا حركه مشي بنلاقي ان الواحد وهو ماشي دايما الواحد وهو ماشي ما بيبقاش ثابت في مكان واحد. يعني اللي بيمشي ما بيمشيش كده، سوري. اللي لو جينا مثلا عملنا حركه مشي من الفرونت، الكاركتر مش هيبقى ماشي بيعمل كده، مش بيطلع وينزل بس كده، لا. ده هو الكاركتر بتاعنا بيبقى بيتحرك كده. ليه بيتحرك كده؟ يعني هو بيتحرك في كيرف، بنقطة تحت عالية وبعد كده بينزل نقطة تانية. ليه بيتحرك كده؟ لأن هو بيرفع رجل في الهواء وفي رجل ثابتة على الأرض. فلما بيرفع لو افترضنا مثلا ان هو يرفع الرجل اللي هي يمين الكادر. انا دايما ركزوا معايا ان انا هقول دايما يمين الكادر ده الكادر بتاعنا. فانا لما اقول يمين الكادر يبقى ده يمين الكادر، شمال الكادر ده شمال الكادر. دي برضو هتفيدك في الستوري بورد لما نيجي نشتغل بعد كده بقى في التمثيل. دي من ضمن المعلومات في الكادرات، ان لما نقول يمين الكادر يبقى ده اي حاجه رايحه ناحيه يمين الكادر. فلو هو الرجل اللي في الهواء هي يمين الكادر هتلاقوه بيحمل على الرجل اللي ثابته. لو هيحمل على الرجل الشمال يمين الكادر، ورجليه شمال الكادر هي اللي في الهواء، هتلاقوه بيحمل على الرجل ناحيه يمين الكادر. فدايما الوزن بيتنقل من اليمين للشمال، لان هما رجلين اتنين. لو عنده 4 رجلين تقريبا ممكن يبقى ماشي كده، لان هو بيرفع 2 رجل في نفس الوقت وبينزل 2 رجل في نفس الوقت. فهتلاقيه هو ماشي بنفس الاورينتيشن ده، ما بيروحش ولا يمين ولا شمال، ما بيشتغلش في الاكس خالص. كل شغلنا هيبقى في الزد بس تقريبا. ده يعني ملخص على قد ما نقدر، وهنسمع برضو ايه اسئلتكم، عشان لو في اي حاجة انا نسيت اقولها يعني اشرحها برضو تاني، او في مثلا حاجة مش مفهومة او كده. نفس الموضوع بالنسبة يعني الكلام ده مش على الفرونت بس، أو الكلام ده مش على اتجاه معين، على اي اتجاه ايا ما يكون الشغل بتاعي يبقى فيه. لازم اتاكد كويس قوي ان انا حاطط البوزات بتاعتي في اتزان صح، البالانس بتاعتها مظبوطه جدا، عشان لما اجي احرك يبقى، او لما اجي اطلع شوط في الاخر يبقى شوط منطقي، شوط حقيقي، شوط واقعي فعلا. فده بالنسبه للاتزان. نتكلم على معلش انا هحتاج اشرح دي تاني عشان تقريبا انا ما شرحتهاش. ماذا حدث؟ هنبص على الكاركتر دوت. احنا عدلنا فيه بس تقريبا انا ما سجلتش ونسيت اسجل، فعذرا يعني. الكاركتر دوت لو الوزن ده اتقل هنلاقي ان الكاركتر زي ما انا راسم كده ده شكله، لان الوزن بتاع جسمه بقى مترحل قدام ناحية الصندوق، فاضطر ان هو يرجع براسه لورا وبجذعه لورا عشان يقدر يتحمل الوزن ده، وفي نفس الوقت ما يقعش. اضطر يتني ركبه عشان يتحمل الوزن ده، لان ظهره مش هيقدر يسعفه لوحده، لازم يحمل على ركبه وعضلات رجليه. نفس الموضوع وهو طالع النص، لو تلاحظوا البالانس عشان ما يوقعش لورا او لقدام، اضطر ان هو يحط راسه فوق رجله بالظبط عشان وهو طالع يقدر يبقى متزن وما يقعش. وهو تحت عشان يقدر يشيل اضطر يميل بجسمه ويطلع جذعه بره السنتر بتاعه، بقى السنتر بتاعه عند رجليه، لان هي ده مركز القوة، فيقدر يطلع لفوق ويشد البوكس يعني. لو بصينا كده على المثال اللي عندنا ده،
هنلاقي ان هو عشان يشيل الصندوق دوت في نفس الوقت يبقى بيتحرك. لو بصينا كده هنلاقي راسه جذعه ما بين رجليه، الوزن متوزع بنسبة 50% و50% على رجليه زي ما قلنا. الصندوق خفيف فهو شايله بالشكل ده، لكن لو الصندوق كان اتقل كان هيبقى شايله بشكل مختلف خالص. طب هو بيزق، عشان يزق محتاج يبقى فيه طاقة. ما ينفعش حد يزق حاجة ايا ما يكون وزنها الا لما يكون عامل ضغط على الرجلين. وهتلاقوا دايما الركب متنية وهو بيزق عشان يبقى فيه باور يزق، ودايما بيبقى جسمه فيه نسبة ميل لقدام كبيرة. بتختلف بقى من وزن الحاجة، اذا كان كرسي زي ما هو خفيف كده طبعا اعتقد انه مش محتاج يزق بالشكل دوت. بس لو عربية او كده، لو لاحظت في الشارع وانت ماشي، وطبعا دي من ضمن الحاجات الجميلة انا شخصيا كنت بعملها، ان انا طول ما انا ماشي وانا بتعلم البادي ميكانكس كنت بقعد اتفرج على الناس. كانت بتبقى تسلية ظريفة يعني، بس بلاقي نفسي بقعد اتفرج على حركات الناس وازاي الجسم لف مع وهو نازل مش عارف من الميكروباص او الاتوبيس او هو بيركب عربيته او هو بيطلع السلم. بقعد اشوف جسمه واقعد اتفرج عشان املى دماغي يعني. برضو لو بصيتوا هو بيشد هتلاقوا دايما هو محافظ على وزنه. مش عمركم ما هتلاقوا الراس بره الرجلين او الحوض بره الرجلين الا لو في نسبة ميل زي المثال اللي قبل كده. دايما هتلاقوا ان الرجلين دايما مسيطرة. عمركم ما هتلاقوا مثلا واحد واقف وجسمه عامل كده وهو اصلا واقف كده، الا بقى لو احنا عايزين مثلا نعمل ستايل كرتونيش قوي يعني. ده لو عمرها دي ما تنفعش. الاتنين دول بره الجرافيتي كده 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 الجاذبية تشده لتحت على طول. فدي حاجة مش وقتك دلوقتي. دي حاجة من ضمن الحاجات التانية، الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أين أنت؟ طيب لو اتكلمنا هنتكلم مبدئيا على، احنا كده خلصنا حاجتين في المشي. احنا طبعا أول حاجة هنعملها مطلوبة منكم النهاردة حركة مشي، واعتقد ان انتوا عملتوها قبل كده بس احنا عايزين نعملها تاني. حركة المشي حركة المشي دايما لو هتلاحظوا ان الرجل دايما هتلاقوها ما بين قصدي السنتر، انا اسف، السنتر بتاع الجسم هتلاقوها دايما ما بين الرجلين. حتى لو افترضنا ان في مثلا بوز في النص هيبقى في رفعة رجل، هتلاقوا دايما ال بسم الله الرحمن الرحيم القدم بتاع الرجل او الكعب دايما هتلاقوه قريب من السنتر في وسط الحركة. دايما هتلاقيه قريب من السنتر. استحالة مثلا يعني انا عايزكم تركزوا في الحاجات دي لان هي مهمة. مش هينفع ان انا مثلا اعمل كده، ما ينفعش اعمل مثلا البوز ده كده الكاركتر يبقى واقع مني. لا هو انا يعني دايما اظبط اموري ان ده يبقى الحد الاقصى بتاعي، بحيث ان انا احس ان في نسبة اتزان في كل بوز من البوزات ديت. ممكن يحصل دوت في اكشن يعني في وسط اكشن مطلوب مني، بس هيبقى نتيجته انه يقع يتكعبل، ممكن يلم نفسه بعد كده يعني بحيث ان هو ما يقعش. زي احنا بنقعد نشوف كده ناس وهي بتتحرك ممكن مثلا تلاقيه راح يتكعبل فراح لحق نفسه وهو شغال. تمام. فاحنا هنعمل حركة المشي. اعتقد ان انا عملت فيديو قبل كده عن حركة المشي فارجعوا له. هنعمل النهارده حركة مشي فقط. عايز اشوفها في وسط الاسبوع يعني يوم الاثنين اللي جاي. هنعمل ان احنا نقعد مع بعض يوم الاثنين اللي جاي وهنسجل القعده ديت نص ساعه بالكتير قوي، بحيث ان احنا نظبط فيها اللي هيطلع. تمام. ونشوف الاخطاء منكم ونقعد ندرسها مع بعضينا عشان نتفاداها في اللي جاي اللي بعده، وواحده واحده مع بعضينا ان شاء الله نطلع حاجه كويسه. في اي استفسارات؟ انا كده تقريبا خلصت النهارده.
في اي كده استفسارات؟ لو عايزين تبتدوا ابتدي يا محمود مثلا لو عندك اي سؤال. طيب محمد، عندك اي اسئله؟ لا تمام. لا لا تمام. طيب تمام خلاص ماشي. كده تمام، وان شاء الله كده نتقابل قريب باذن الله يوم الاثنين. ان شاء حركه الله. مشي للكاركتر دوت. اتفرجوا عليها ودرسوها كويس. نزلوا ريفرنس. الريفرنس في موقع على اليوتيوب. في تشانل قصدي على اليوتيوب ظريفه جدا. هوريها لكم دلوقتي هنا اهو عشان لما تحبوا ترجعوا لها. اسمها ريفرنس تقريبا. هي دي فيها معظم الريفرنس اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. هو الناس دي مسجلاها طبعا سلو موشن. انتوا ممكن تعملوا لها سبيد، بس يعني هتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ايه توصلوا للنتيجة دي. يعني بصوا مثلا باي ذا واي كده يعني، عشان يعرف يوطي ويبقى ما يقعش قدام، اضطر يحط رجله وحط راسه فوقيها. يقدر يزود اكتر امتى؟ لما مسك هنا بقى هو قادر بايديه يوزع الوزن بتاع جذعه على ايديه ورجليه، فبقى قادر يعمل البوز ده. ممكن يقدر يعمله لو رجع ايديه لورا ورجع بجذعه لورا اكتر شويه فيقدر يعمله. يعني ما دي حاجه من ضمن الحاجات. فانا عايزكم تنزلوا الفيديوهات دي. انت لو دوست لو شلت دي كده ودوست بالانجلش اس ودوست انتر مثلا، هيدخلك على موقع تنزلها فور فري. ده جوجل كروم. وفي اي موقع في اي براوسر، مش شرط البراوسر ده. دي طريقه يعني، ما اعرفش انتوا تعرفوها ولا لا. فانا قلت برضو ايه ابشر معاك. والاوبشن اللي انت عايزه هو اللي موجود دلوقتي 270 360 270 هيبقى افضل. ولو ينفع تعمل لها سبيد على المنطقه على البريمير مثلا وتشوفها وتشتغل عليها يعني لو حابب. بس الافضل ان انت تعمل التايمنج بتاعك عشان تبقى شكلها كويس. في حركات مشي، في حركات شقلبه زي دي مثلا. الشانل حلوه يعني. ده مشي. شوفوا عشان هيقع لانه مميل، فبيضطر التايمنج بتاع رجله سريع جدا عشان يلحق نفسه قبل ما يقع. المفروض هو بيمثل ان واحد سكران يعني. طيب انا عندي سؤال. اتفضل. لا مش انت مش هي انت قلت المشكله مش انت قلت مفيش اسئله؟ ايه اللي مش فاهم يعني؟ قول طيب قول. امتى؟ طيب. لا أنا الفرصه بهزر دلوقتي. معاك قول. ماشي. المشكله دلوقتي دايما بتبقى في الجولدن بوز. تمام. هو دلوقتي انا ما بعرفش احددها. بص يا سيدي. انهي اه جزئيه بالظبط؟ فهمت في الناحيه. قصدك ايه. بص الجولدن بوز، لو هنمسك الفيديو ده از ريفرنس يعني لينا. ده جولدن بوز. الجولدن بوز هي نقلة ما بين حركة لحركة او من اتجاه لاتجاه. ده الجولدن بوز. يعني هو دلوقتي واقف مديني بوز خلاص. كل ده بتوين او مفاتيح بينية، بريك داون او باسنج بوزيشنز. خلاص. ده جولدن بوز ليه؟ لان هو خلاص يا دوب هيرفع رجله. ثواني بقى انا ايه يعني. خلينا مثلا ناخد عشان نشرح عليه مظبوط. ننزله ونشرح عليه بقى فريم باي فريم كده بالراحة. وده سؤال مميز جدا. هو في طريقة ظريفة برضو عشان الموضوع الأسئلة يبقى سهل معاك. انت ممكن يعني وانتوا مثلا قاعدين معايا ممكن تكتبوا مثلا لو في اي استفسار تكون كاتبه بحيث ان انت ايه نعرف نرجع له بسهولة. اين انت؟ تعالى بقى.
كل ده كده جولدن بوز. ده بوز او جولدن يعني. هنا قبل ما يرفع رجله هنا كده جولدن بوز تاني، لان لو تلاحظ هتلاقي الحركه اتغيرت من المكان ده للمكان ده. تمام. بس الرجل رجعت تاني. اول ما تبتدي ترجع ده كده جولدن بوز. تقيل قوي. انت ليه تقيل يا منبي؟ ليه تقيل؟ الرجل كانت هنا، الرجل كانت تحت، كان بوزه مختلف تماما. طيب نكمل. ده بص، اول ما رجله ابتدت ترجع، يعني اول اعلى نقطة في رجليه ابتدت ترجع. لا، انا اقف عند اعلى نقطة في رجليه قبل الرجوع. معايا يا محمد؟ تمام معاك. ده كده جولدن بوز تاني، او ده تالت جولدن بوز. الكونتاكت على الارض كده جولدن بوز كمان. ده جولدن بوز تقريبا. اعتقد الحركه كده خلصت. في النص بقى في باسنج بوزيشنز، دي المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها البريك داون، بعد كده المرحله اللي بعدها بريك داون تاني، بعد كده تعمل بوليش لشغلك. هما تقريبا 4 مراحل. طبعا يعني في البونز هنستخدم الجراف اديتور عشان نظبط. بس الفيديو عشان تقيل مهنج. تقيل. انت شايف الوضع تقيل. هو كمان لا انا خلاص السرعه وقفت اصلا. السرعه اصلا وقفت. انا بعد ما رفع رجله خلاص السرعه وقفت. السرعه وقفت عندك. طب انا هعيد. طب انت لسه شغال، لسه مهنجه؟ طب شغال كده ماشي. هو خد بالك هو بطيء يعني. مش... بس انا خلاص يعني انا فهمت. يعني دي اول مرحله المفروض اعملها ان انا اعمل الجولدن بوز بس. اول مرحله تعملها الجولدن بوز، بعد كده تبتدي تعمل البريك داون اللي ما بينهم، تاخد بالك. وبعد كده تبتدي تعمل بريك داون تاني ما بينهم لغايه لما الصوره تبقى واضحه قدامك. بعد كده ترجع تبتدي بقى ايه تظبط. طبعا احنا بنظبط التايمنج والسبيسنج في نفس الوقت. بعد كده بقى بترجع تنعم بقى شغلك وتظبط الاركات بتاعتك، بحيث ان انت تبقى الشغل بتاعك ناعم وفي اركات حلوه وفي الوزن يبقى واضح. شوف الحاجات اللي الوزن فيها مش باين تبتدي تظبطه. يعني في حاجات كتير بتتعمل في النص، خد بالك. انت شايف الحركه معايا دلوقتي كده ولا لسه برضو؟ لا لسه. طيب تمام. ممكن عشان التسجيل فالجهاز مهنج معايا شويه، فربنا ييسر الحال. وممكن برضو اشتغل وظبط، ويوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله نتقابل وان شاء الله خير باذن الله. خلاص ان شاء الله. سلام يا جميل، مع السلامه. ماشي مع السلامه.